عليكم وليد برج الجدي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا من الفيديو اللي فات. برج الجدي النهارده ان شاء الله هنعمل الطاقه العامه ليك، والطاقه العامه هنا بتخص مقال صحه عمل اسره عاطفه، جزء صغير مع بعد كده بتطرق للقراءه العاطفيه تخص عزاب مرتبطين منفصلين كراش. القراءه دي هتكون منتصف شهر اغسطس عام 2023. قبل ما نبدا بتمنى منك لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه اتواصلوا على الواتساب الموجود في صندوق الوصف، ترد الادمن تفيدكم بكل التفاصيل. بالنسبه للقراءات المجانيه اكتبوا كومنت كتير قد ما تقدروا، بعد ما تعملوا لايك والشير والفيديو اللي بيجيب اعلى مشاهده، ده اللي بيحصل معانا على قراءه مجانيه، وان شاء الله تكون او تكوني سعداء الحظ معانا بالقراءه. وتعالى اول حاجه نبدا بالطاقه العامه ونسمي الله ونبدا نوزع كروت. بسم الله. الطاقه العامه. بص بقى، اثناء واحنا بنعمل القراءه هناخد نصايح كده من الكروت اللي موجوده معانا كده ونقول لك عليها يا برج الجدي. زي ما قلت لك ان الطاقه العامه هنا بتشمل مال صحه عمل اسره، وكمان بنتطرق للقراءه العاطفيه في نفس القراءه، وهي تخص عزاب مرتبطين منفصلين كرش. اول حاجه نتكلم عن العمل والاموال. انا شايفه ان انت في حاجه هتعملها وحاجه هتكون سريعه جدا، يعني في شيء هتعمله بدون تفكير بدون حسابات، بس اللي حظك ان هو هيظبط معاك، يعني حظك ان الشيء ده هيظبط معاك جدا في العمل. كمان شايفه ان انت عندك تغييرات عمليه انت مخلوق منها، فانت مكمل في عملك عشان المفروض ان انت تكمل، مش عشان انت بتحب عملك. فحب عملك يا برج الجدي علشان يكون خايف على قلبك، يعني حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، فاهمين؟ بص اقعد بص في حيطان العمل، فاهمين؟ المدير بقى لو مشغل الكاميرا هيرفدك فورا، فخلي بالك من النقطه دي. في ناس يعني بتتسلق عايز تاخد مكانك باي طريقه يا برج الجدي في العمل، فخلي بالك كويس جدا من الناس دي. ناس صعبه جدا بتتسلق علشان تاخد طريقك في العمل او تاخد البوزيشن بتاعك في العمل، فخلي بالك من النقطه دي. في مشروع بتفكر فيه ومحتاج ان انت تحطه على ارض الواقع، يعني ما تقعدش تتكلم كتير وتجادل كتير وتاخد افكار كتير، لا حاول ان انت يعني ايه، يعني ابدا بخطوه. لو بتسعى للسفر ان شاء الله باذن الله في سفر، ولكن هيكون عملي مش حاجه تانية، يعني في سفرعملي عند اصحاب برج الجدي. امورك ميسره ان شاء الله باذن الله، بركه ربنا محوطاك بشكل كبير يا برج الجدي، مستقبلك كله رزق باذن الله. ان شاء الله باذن الله هتحقق كل اللي تتمناه بشكل كبير. انت داخل مرحله حلوه قوي، مرحله فيها هدوء، وهتكون انت سيد الموقف ده. اما بالنسبه للاموال، فالاموال كانت يا برج الجدي فيها تراجع شويه، او الموضوع كان متعب بالنسبه لك شويه، كان عندك مصاريف كتيره، في شيء بيستنفذ منك اموال وانت بتصرف كتير جدا بسبب الشيء ده. بس الامور الماديه ان شاء الله باذن الله هتتحسن، يعني كان فيها تراجع بعض الشيء، ولكن يا برج الجدي انا شايف ان الامور هتتحسن معاك. شايف ان الامور حتى لو في شيء بتصرف عليه كتير، يعني يبدا الامر ده يخف عليك شويه. في شيء هينتهي في حياتك يا برج الجدي عشان تريد شيء جديد، في نهايه وفي بدايه جديده عند اصحاب برج الجدي. اما بالنسبه للصحه فشايف ان انت محتاج تراجع لطبيبك، او يعني انت محتاج، انت ما تاخرش، يعني لو في حاجه هتعملها ما تاخرش. انت شايف ان نفسيتك هتتحسن، عايزاك تنتبه على ضغط الدم المرتفع او المنخفض. الناس اللي عندها ضغط وضغطها عالي او واطي خلي بالكم من النقطه دي جدا، وفي برشام بتاع الضغط بتاخدوه، يعني خدوا باستمرار، بس انت ده واحده في اليوم، ما تقطعش يوم، يعني ما تاخدش مثلا كل شويه تاخد برشام، لا يعني خد المصابك. في ناس ما بتاخدش برشام، فحاول تبعد عن التوتر. وشايفه كمان ان انت عندك ميعاد مع طبيب الاسنان، يعني روح بقى وانت خايف كده وروح له بقى. كلنا بنخاف من دكتور الاسنان، ده اكتر دكتور بنكرهه. روح واتكل على ربنا بقى، وجع ساعه ولا كل ساعه، على اساس ان الساعه دي مش هيتوجع فيها بالعمر كله. يلا. اما بالنسبه بقى للاسره، في وجع قلب في الاسره على فكره، في بعض الخلافات، في بعض الجدالات، في مواجهات قويه بتحصل، في مشكله قديمه هترجع تطفو على السطح مره تانيه. نصيحه الطار واقفل على اللي فات،
وشايفه كمان هيكون في مصالحات ولكن مش دلوقتي، مش في شهر اغسطس، ممكن يكون بعد كده. انا شايفه كمان ان ممكن حد يجي يستلف منك فلوس يا برج الجدي، فبلاش ان انت تسلف حد، لان الشخص ده مش هيسد الفلوس دي، ولو سددها خليني اقول لك يعني حين وحيك ربنا سنه سنتين 10 كده، ولكن هتتعب معاه قوي علشان يسد الاموال دي. شايفه ان انت قلقان وخايف وتفكر في حاجات كتيره قوي، ما شاء الله باذن الله مش هيحصل الشيء اللي انت خايف منه. لو في شيء محيرك في حياتك في عملك في اي شيء، لان شايفه ان في حيره عند اصحاب برج الجدي، لو في حاجه محيراك فانت استشير شخص حكيم، بلاش تاخد قرارات سريعه في حياتك يا برج الجدي. قلل شكوك في اللي حواليك، حاول ان انت تتعلم من اخطائك، ارضى باللي موجود عنك، لان الرضا ده يعني طول ما انت راضي ربنا هيزيدك. فخليك راضي كده بالوضع اللي انت فيه، وراضي بكل شيء يا برج الجدي، راضي بحياتك، راضي بكل حاجه، فخليك راضي. طول ما انت راضي وبتقول الحمد لله ربنا هيزيدك. شايفه ان انت ما شاء الله باذن الله عندك تحسنات في وضعك بشكل كبير، في وضعك العملي والمادي، شايفه ان الوضع هيتحسن بشكل كبير، فما تيأسش. طيب لو انت يعني هتتجه لشيخ مثلا روحاني او شخص روحاني علشان تستشيره في شيء، الشخص ده هيساعدك في حاجات كتيره قوي، الشخص ده هيساعدك في حاجات كويسه كمان. العصافير، مشاكل صغيره هتتحل ان شاء الله باذن الله في وقت قصير جدا، او لو ما عندكش مشاكل صغننه فهيبقى عندك سفر قريب جدا ان شاء الله يا برج الجدي. يلا نبتدي نشوف العاطفه واخبارها ايه ووضعها ايه معانا. احنا محتاجين نلم الكروت دي الاول، والله العظيم بزهق من لم الكروت، نلمها الاول. العاطفه يا ولاد، اول حاجه هناخد طاقه اصحاب برج الجدي العاطفيه. اوبس الكروت عماله تقع، استنى نلمها. شوف بقى الكروت هتودينا فين، يعني مرتبطين منفصلين ولا عزاب ولا كراش ولا هتودينا لفين؟ بس نلم الكروت اللي عماله تقع في الارض دي الاول. ثانيه، بسم الله. تعالى نشوف طاقة الحبيب. بسم الله. الشخص ده في دوامة ولا ايه؟ هي كل كروته رايح ليه كده؟ هو رايح فين الشخص ده؟ على فين؟ نبدأ نحلل طاقة أصحاب برج الجدي. بسم الله. بص يا برج الجدي، انا شايفه ان في كارما على الشخص اللي زعلان، الكارما دي يا اما ليك يا اما يعني الكارما دي مثلا جايه لك لو انت ظلمت، لو انت اللي مظلوم، فالكارما دي رايحه لشخص تاني، في كارما. تمام. انا شايفه يا برج الجدي انت تعبان، انت اتخذلت، قررت انت تعيش حياتك لنفسك ومد ظهرك للعلاقه دي، ومش مسامح الشخص ده ولا هتسامح الشخص ده. حتى لو رجع انت مش هتقدر تسامح من جواك، لان انت هتعامله بطريقه وحشه قوي قوي. ده لو رجع. بص العلاقه دي كان فيها مشاكل كتيره قوي مع ان فيها حب، يعني كان فيها مشاكل وبتتصالحوا والامور بتهدى وبتعملوا توازن، بس بترجع تاني رفعت السيف وبترجع تاني للمشاكل مره تانيه. فانت حاولت كتير قوي زي تهندل في العلاقه دي، او ان انت ترمم في العلاقه دي على قد ما تقدر، ولكن يا برج الجدي ما كانش الشخص اللي معاك بيساعدك خالص. على فكره يا برج الجدي، انا شايفه ان انت يعني ذو منصب، يعني بعضكم ممكن يكون ذو منصب، يعني البعض مش هنقول كله، يعني دكتور مثلا، مهندس، او منصب بقى كبير، فده للبعض، او انت شخص مشهور.
شايف العلاقة هنا بطريقة سلبية ودماغك وجعتك من كتر التفكير، انت بتفكر كتير قوي قوي يا برج الجد، وانت تعبان. انت مش شايف مستقبلك في العلاقة دي. انت عايز تقول للشخص ده انت عملت كل ده والمفروض ان انت بتحبيني، امال لو بتكرهني كنت عملت ايه؟ انت كان نفسك في الاستقرار ولكن هو ما كانش مساعدك ان انت تستقر ولا العلاقة دي ترتقي، ما كانش مساعدك في اي شيء. انت شايف ان الشخص ده مخادع ومتعدد العلاقات، مهزوز الشخصية، ما احترمش يعني ما احترمش وضعك. انت شايف كده حاجات كتير قوي سلبيه في الشخص ده، انت شايف كل الامور بطريقه سلبيه اصلا. برج الجدي انت خارج من العلاقه دي بعد ما فاض بيك اصلا، وانت مش ندمان، حتى لو هو اللي مشي وما رجعتلوش، ومش ندمان على حاجه، ومش باصص وراك. طاقتك نفذت، ما عندكش طاقه خلاص. فرص ودي طاقه ودي كل ده خلاص هو ضيعه، فانت ما عندكش طاقه ان انت تديها له خالص. انت حاسس ان الفتره دي فتره تقيله شويه عليك، او الايام تقيله، الايام ماشيه بالعافيه. انا شايفاك ان انت عايش يعني اصعب ايام حياتك الفتره دي. برج الجدي الشخص ده مخبي عليك حاجات، وانت اكتشفت الحاجات دي على فكره. بعضكم اكتشف علاقات ثلاثيه وتعدد في العلاقات، البعض اكتشف هنا علاقه ثلاثيه، البعض وليس الكل. مشكلتك يا برج الاسد ان انت بتعرف يعني توصل للي انت عايزه، بتعرف ازاي انك تربط الخيوط ببعضها، بتعرف توصل للنتائج الصح قوي، يعني اللي هو انت مفتش كرومبو كده في نفسك يا برج الجد. يعني انت لو دورت ورا شخص بتجيب قراره يعني من الاخر. ف برج الجدي انت رافع سيفك على الشخص ده، ويعني بص انت طاقتك سلبيه اتجاهه بطريقه غير طبيعيه، لان وجعك هنا ما كانش هين، انت اتوجعت منه قوي. طيب انا شايفه يا برج الجدي ان في منكم حالف ما يرجع وبيتعاند نفسك وقلبك، لان انت بص انت اتطعنت من الشخص ده طعنات كتيره قوي قوي قوي، فانت مش عايز تتواصل ومش عايز تتكلم ولا عايز تعاتب ولا حد عاتبك ولا تعاتب حد. عايز تقول لهم سيبوني بقى في حالي وسيبوني كده مع نفسي. فتعالى كده نشوف اخبار الحبيب ايه. الشخص ده من برج الدلو اللي متكرر كذا مره، ممكن يكون من اصحاب برج الدلو. بسم الله. ممكن يكون عذراء كمان، ممكن يكون جد اسد، اسفه جدي وجدي، ممكن يكون ميزان بيتعامل مع جدي. الشخص ده على فكره بيحبك وعايز مصالحه. وبص يا برج الجد الانهيار هنا دي قراءة منفصلين خلاص، والطاقة مش معناه ان هو سابك ومشي. وهنا بص ممكن يكون معناها ان الشخص ده هو اللي هد العلاقة، هو اللي عمل مشاكل، هو اللي عمل كل حاجة خلت العلاقة دي تنهار. الشخص ده شايفه او انت يعني حاسس ان هو كسول، او انت شايفه ان هو كسول، كان نفسك ان الشخص ده يشتغل على نفسه ولكن هو ما بيتحركش خالص، انت شايف ان هو ما بيتحركش اساسا. للبعض الشخص ده ممكن يكون سايب اصحاب برج الجدي وراح لطرف ثالث للاسف يعني. بس انا شايفه ان الشخص ده شايل الهم، في مسؤوليه شايلها، يعني شايل هم كتير. امال انت شايفه زي كده يا برج الجدي؟ انا شايفاه شايل الهم قوي. طب بص انا عايزه اقول لك على حاجه يا برج الجدي، معلوماتك عن الشخص ده في منها صحيح وفي منها مش صحيح خالص. يعني انت شايف ان الشخص ده كسول، ولكن انا شايفه الشخص ده شايل مسؤوليه وبيشتغل على نفسه كويس قوي، وشايل على كتفه مسؤوليه كبيره جدا، هو قايم بمسؤوليته على اكمل وجه. فانت طاقتك هنا يعني اتدخلت في طاقه الحبيب بطريقه غلط، وكانك بتشوش افكار، يعني مش عارفه انت بتعمل ايه يا برج الجدي. يعني
يعني الطاقه بتاعتك تدخلت بطريقه غلط. الشخص ده مش كسول خالص زي ما انت كنت شايفه، او انت كان نفسك يغير من طباعه مثلا، ان هو مش هو كسول، لا ده ممكن تغير من طباعه، يغير من نفسه، يمكن ده اللي انت كنت عايزه يتغير. ولكن حته كسول مش شايفاها في قراءته خالص بصراحه. انت كنت فرصه بالنسبه للشخص ده وهو ضيعك من ايده. انا شايفه الحبيب بيراقبك، حتى لو من اكونت فيك فهو بيراقبك. بص يا برج الجدي، مكانك جوه قلب الشخص ده. صعب شخص تاني ان هو ياخد مكانك ده، ويمكن هو على فكره يعني عايز يجيلك بعد ما سابك، او انتوا الاتنين سبتوا بعض، او انتوا الاتنين حصل انفصال. يمكن هو حاول ان هو يحط شخص مكانك بس فشل. انا شايفاكم في مشاكل، كل واحد فيكم بيحط يعني الغلط على التاني، او بيحاول ان هو ما يطلعش نفسه غلطان. الشخص ده شايفك كامل يا برج الجدي، وحزين جدا على فكره، ويعني وبيبكي. هتقولي ايه ده بيبكي؟ ده جبروت. لا والله بيبكي، انا شايفاه بيبكي ومفكر كتير قوي، مش قايل لحد على الوجع اللي جواه. فبص، انت كان ليك مكانه عند الشخص ده، وبعد ما مشيت او بعدتوا عن بعض او انفصلتوا عن بعض، مش لاقي حد يعني يملى الفراغ ده، او مش لاقي حد يعني يقدر يحطه مكانك يا برج الجدي. هو حاول بس فشل. يعني ممكن يكون حاول ان هو يحط حد مكانك وفشل، لان هو شايف ان انت كامل من كل شيء. انا شايفه في المشاكل كل واحد فيكم يا برج الجدي همه ان هو يعني ما يطلعش الغلط عليه، ويطلع الغلط على الشخص التاني عادي. الفكره هنا ان انا شايفه ان الشخص ده فعلا يعني مفتقدك، مفتقد حاجات كتيره قوي، ما كانش يعني بيعيش غير معاك انت، فهو كان بيحس معاك بالامان. انتوا كنتوا بتحبوا بعض قوي، واحساسكم ببعض كان قوي جدا، ولكن العلاقه دي بدايتها كانت رائعه ونهايتها كانت مأساويه. بص انت يعني اغلب كروتك يا برج الجد ان الشخص ده يعني ممكن يكون ما يتواصلش معاك بعد ما سبتوا بعض، ممكن كمان يكون ما حصل تواصل بينك وبين الشخص ده. بس بص هنا الشخص ده واقف بعيد عنك بس باصص عليك، وهنا خلاص بقى المشاكل انتهت ما بينكم، وكل واحد شاف طريقه، بس برضه مركز معاك. انتوا فاهمين؟ يعني اغلب كروته ان هو يا قاعد باصص عليك، يا ماشي باصص عليك، يا واقف باصص عليك، يعني بيفكر فيك. كل كروته ماشيه على كده. فالشخص ده باصص وراه، يعني هو عايز اصحاب برج الجد، وعارف ان انت مش عايزه ولا بتثق فيه، وعارف كمان ان انت هترفضه لو رجع لك. هو شايف ان الرجوع صعب، وفي نفس الوقت شايف ان مفيش حد زيك. يمكن حواليه على فكره معجبين ولكن مش مناسبين ليه. الشخص ده رغم اللي عنده ولكن هيلف لفته وهيرجع لك في الاخر، ولكن الرجوع مش في اغسطس، ممكن يكون بعد كده. بس شايفه هنا اي نعم ممكن يكون يحصل تكمله، يعني ممكن يكون الشخص ده لما يرجع انت توافق على فكره، والامور بينكم تبدا تتصلح، واحنا اتصالحنا والدنيا تمام. بس حتى لو برج الجدي اتصالح مع الشخص ده، شايفه ان انت قلبك هيكون مقفول منه، مش هترجع معاه زي الاول. يعني هيبقى في حاجه جواك مش هترجع زي الاول، حاجه اتكسرت صعب ان انت ترجعها زي الاول. معاملتك ليه هتحس جواك بحاجه كده، في حاجه متغيره، انت مش عارف يعني في حاجه انت مش زي الاول. انا مش زي الاول، يعني انا رجعت لك بس انا مش حاسس بحاجه، انا مش زي الاول خالص كده، فاهمين؟ فانت هيبقى قلبك مقفول من الشخص ده لو رجع لك. يا باشا برج الجدي، برج الجدي كده نكون خلصنا القراءه بتاعتنا. اتمنى القراءه تكون منطبقه عليكم، بتمنى منك لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك، واشوفكم في فيديو على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.